السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تحيه للمشاهدين والمشاهدات. كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع هذا البرد؟ الله يجعل ربي يرفع علينا هذا الوباء وسنه سعيده على الجميع ان شاء الله. تدخل علينا هذه السنه بالرزق وبالصحه وبالعافيه ويمشي علينا هذا الوباء ان شاء الله باذن الله. كي دايرين؟ كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه، وكنشكر صحاباتي كاملين خارج المغرب وداخل المغرب. واليوم ان شاء الله غنشارك معكم روتين ديالي التحفيزي. غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد المسيحه خفيفه للبيت اللي كنجلس فيه، ديال التلفازه اللي كنجلس يوميا ان شاء الله. وغادي ان شاء الله نشارك معكم الغداء عاوتاني. غندير واحد الغديوه خفيفه، غدا اكله عراقيه بالشبت بالفول، روز بالشبت والفول، كيتقدم مع الدجاج مشوي في الفرن ان شاء الله. بقاو معايا ان شاء الله، غادي تابعوني في هذا اليوم، هذا الشغل ديالي ديال اليوم ان شاء الله باذن الله. يلا بقاو معايا.
بعد ما ساليت مسيحه خفيفه للبيت ديالي، المجلس ديالي اللي كنقعد فيه، غادي نشارك معكم ان شاء الله الغدا ديال اليوم. غادي نديروا اكله عراقيه. ندوزو مع المقادير بعد. الاول عندنا الشبت. هذا هو لقيته في السوق ما كيبيعوش. مشيت شريت البسباس وقلت لي اعطيني الخضار هذا. قال لي نعطيه لك، انا ما كنبيعو ما والو، غير تلوحو. قلت لي علاش ما نشاركش مع المتتبعين ديالي الغديوه بهذا الشبت. عندنا الشبت، عندنا الفول خضر، نقيته من القشره ديالو ونقيته من القشره الاخرى الدخرانيه ديالو. 1 كيلو ديال الفول. يلا خرج لي هاد الزليفه. عندي بصله وحده مشلضه. عندي 5 ديال الفصوص ديال الثومه. عندي ضامه ديال الدجاج. عندي 1 المعلقه ديال الملح حسب الرغبه. وعندي 1 الزلافه ديال الرز فزقتها هذه ساعتين وهي فازقه في الماء. دابا ندوزو المقادير ديال الدجاج. عندي نص دجاجه هنايا مغسوله ودايره ومنشفه. عندي 1 المعلقه ديال البهارات مشكله، قرفه، الابزار، حبه الكمون، حبه ورقه سيدنا موسى، السكينجبير عرق، زعفران عرق حتى هو. عندي القزبر حبه. عندي 4 ديال حبات ديال الهيل، حبه هال كيقولوا لها، انا كنقول الهيل. 4 ديال الحبات ديال الهيل هادو غادي السلق ديال الدجاج. عندي 1 البصله تكيتها بشويه ديال حبات ديال قرنفل. دابا ان شاء الله ندوزو للطريقه. نبداو على بركه الله. غنضيف هاد الدجاج نديرو يتقلى شويه، نشعل عليه بلا زيت، غير شويه يتقلى. بعد ما يتقلى نرجع معكم ان شاء الله. دابا بعد ما تقلات لي الدجاجه شويه غادي نضيف ليها هاد البصله ونضيف ليها هاد العطريه وغنضيف ليها الماء سخون، الماء طايب. وغادي نخليها حتى طيب ان شاء الله، وعاد نرجع معكم للطبخه. غنضيف مليحه وغنخليها ان شاء الله حتى طيب، عاد نرجع معكم ان شاء الله. دابا رجعنا للطبخه ديالنا. كما شفتوا الدجاج ها هو حيدته من الطاب ودهنته بشويه ديال الزعفران، شويه ديال العطريه، شويه ديال الزبده. غندخلو الفران والمرقه ديالو ها هي صفيتها كما شفتوا. دابا غندوزو ان شاء الله الطريقه ديال الرز. دابا شعلت البوطه، انا دايره 2 معالق ديال الزبده كيدوبو هما كما شفتوا. غادي ندير 2 معالق ديال زيت الزيتون. غادي ندير البصله تشوح ان شاء الله. يلا تتشوح البصله ديالنا ونرجعوا معكم ان شاء الله. هي البصله كتشوح كما شفتوا. الرز راه 3 ساعات هو راقد في الماء، انا صفيته دابا. الشبت ها هو قطعته. ايوا ان شاء الله دوزوا معايا الطريقه والمراحل، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. دابا ها هي البصله تشوحات كما شفتوا. دابا غنضيف الثومه. الدجاج انا غندخلو الفران
كتسمعوا القطاع فوق راسي، راه عرفتي راه كنصور غير بزز. بعد ما تحمرت البصله والثومه دابا غنضيف الفول وغنضيف الشبت غادي نضيف نص ديال هاد الماجي حيت الدجاج رانا سلقته بالملحه والماء ديالو هو كيما شفتوا راه فيه الملحه، الماء ديال الدجاج. هانتوما كيما شفتوا راه الطبخه كتجي غزاله وجربوها، راه الطبخه كتحمق. غنضيف نص ديال هاد المرق باش يطيب الفول، عاد ندير الروز ان شاء الله ونمرق به داك شويه د المرقه المسلوقه. دابا غنخليه الفول حتى يطيب، حتى يقرب يطيب حيت الروز راه عنده غير 10 دقائق ويطيب ان شاء الله. كتجي هاد الاكله غزاله، جربوها راه كتجي غزاله هاد الاكله، اكله عراقيه. رجعنا للقدر ديالنا، الله عليه شويه واش الفول بدا يدخل فيه الطياب باش نضيفو الروز. شويه يطيب شويه الفول، غير شويه يطيب يدخل فيه الطياب، غادي نضيفو ان شاء الله الروز. ها هو بدا كيدخل فيه الطياب مع جديد، شي حيدت منه القشره وشي ما حيدتش له القشره. دابا واحد 4 دقائق ان شاء الله وغادي نضيف الرز ونضيف داك المرق اللي باقي. دابا غنضيف الرز كما شفتوا، ها هو راه زلافه، هذا راه 3 ساعات وهو راقد في الماء. ما تخافوش كاع الا كان الرز عندكم مزيان، ما تخافوش منه غيخسر ولا شي حاجه، كيجي غزال كما شفتوا. غادي ندير ليه واحد التحريكه خفيفه وغادي نزيد هاد شويه د المرقه اللي كان باقي ديال الدجاج وغادي نخليه حتى يطيب. هو راه خصو تغمريه بالماء، يعني يبقى الرز لتحت والمرقه الفوق. غنزيد شويه حيت لازم المرقه يبقى الرز فوق زيت المرقه ديال الدجاج باقي عندي. هانتوما كما شفتوا لازم يتغطى الرز، يتغطى بالمرقه، غير يتغطى ماشي يتغطى مره. دابا غادي نخليه ان شاء الله. شوفوا كما تشوفوا تخليو الرز بحال هكا، يعني يتغطى غير شويه بالمرقه وتخلوه. دابا غادي نخليه العافيه مجهده حتى ينفر الرز، عاد نقص عليه. يلا خليكم معايا ان شاء الله دقه بدقه. الدجاج ديالي ها هو وجد، انا خرجته من الفران كما شفتوا. يلا نستناو الرز. ها الرز ديالنا شويه شرب المرقه، دابا غنقص عليه وغنسد عليه بالسير ونخليه واحد 10 دقائق وغنطفي عليه ان شاء الله. ديالنا ها هو وجد كما شفتوا، الرز بالفول والشبات مع الدجاج محمر.
وكيترافق مع زبادي يعني دون المسوس او صوص كيتشوب او مايونيز، نتوما اللي بغيتو ترافقوا معاه على حساب الرغبه. الرز ديالنا ها وجد بالصحه والراحه، وجربوه وردوا عليا، راه كيجي غزال الرز بالشابات والفول، كيجي كيحمق. أكلة عراقية. تحياتي للعراق كاملين، ناس العراق وناس الخليج كلهم، تحياتي لهم. يا الله بالصحة والراحة، ان شاء الله نكون خفيفة عليكم على قلوب ديالكم، ان شاء الله نكون فدتكم بشي حاجة مفيدة. يلا الى اللقاء حتى الفيديو جديد ان شاء الله.